كيروش لما مسك منتخب مصر كان كل الجمهور متفائل بيه، حتى الاعلام كان واقف جنبه وكان بيدعمه وكان بيطلب من الجمهور ان هو يقف جنب المدير الفني الاجنبي الجديد لمنتخب مصر عشان ينجح ويرجع امجاد منتخب مصر زي زمان، زي الجيل الذهبي بتاع 2010. جه في لحظه معسكر من المعسكرات كيروش استبعد قفشه ومحمد شريف. طبعا احنا كلنا فاكرين الموضوع ده لما استبعد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف، فجاه كل قلب عليه، اعلام وجمهور كله قلب عليه، حتى اتحاد الكوره قلب عليه برضه. لكن لفت الايام واتضح ان كيروش كان عنده حق في كل اللي هو بيعمله، واكتشف عمر مرموش واكتشف عبد المنعم. عمر مرموش الناس كلها محدش كان متفائل بيه، محدش كان مقتنع بيه، وفي ناس طبعا طلعت تتريقوا عليه، طبعا انتوا عارفينهم كويس جدا. كيروش طلب ان هو يلعب البطوله العربيه. البطوله العربيه الناس كلها قبل البطوله ما كانتش متفائله تماما بسبب ان كيروش استبعد مجدي قفشه ومحمد شريف. طيب جينا البطوله العربيه، منتخب مصر قدم مستوى كويس جدا، وصلنا قبل نهائي قدام تونس وخرجنا منها بغلطه من عمرو السوليه، جاب جون في نفسه، مش مشكله، ظهرنا باداء كويس جدا في البطوله العربيه. قبل بطوله افريقيا كالعاده طبعا الجمهور قال لك احنا هنطلع من الدور الاول، نفس الكلام اللي قالوه ايام كوبر، قال لك هنطلع من الدور الاول. كيروش وصل لمنتخب مصر لنهائي بطوله الافريقيه، لا وكمان ايه، لا تخرج المغرب وخرج كوت ديفوار وخرج الكاميرون وهي على ارضها، ووصلنا نهائي. في نفس الوقت ان السنغال ما لعبتش فيها فرق تقيله ووصلت لنهائي الكان، ويعني هم كسبونا طبعا بركلات الجزاء الترجيحيه، ما كناش لنا حظ. لكن مستوى المنتخب كان قوي جدا. لعبنا تصفيات كاس العالم برضه كسبنا على ارضنا واحد، وعلى ارضهم خسرنا واحد برضه ضربات جزاء، واللي حصل طبعا كلنا فاكرينه اللي جمهور السنغال عمله. الناس كلها كانت عايزه كيروش يكمل الا اتحاد الكوره، بالرغم ان الجمهور كان قالب على كيروش عشان خاطر استبعد 2 لعيبه اللي هم قفشه ومحمد شريف. دلوقتي بيقولوا ولا يوم من ايام كيروش. نفس اللي بيحصل مع حسام حسن اليومين دول. في ناس طلعت تقول ان حسام حسن مدرب فاشل مع المنتخب، ان هو فشل مع المنتخب علشان ما لعبش فرق كبيره. طب هو حضرتك على اي اساس انت بتحكم عليه؟ انا مش بدافع عن حسام حسن، بس هو على اي اساس انا بحكم على مدرب هو ملوش ذنب ان هو ما لعبش فرقه تقيله لغايه دلوقتي؟ قرعه تصفيات افريقيا، خلي بالك تصفيات افريقيا المؤهله للكان كانت فيها فرقه انت ما عرفتش تكسبها، وما عرفتش تعمل عليها ماتش اصلا، وعملوا عليك ماتش جامد في بطوله افريقيا الاخيره. حسام كسبها بكل سهوله. اثيوبيا اللي احنا لسه كاسبينها من يومين، كسباك من سنه او مش عارف من سنتين تقريبا 2-0، كسبتهم بسهوله في الماتشين اللي كان من يومين. فمن ذنب حسام حسن ان هو لغايه دلوقتي لسه ما لعبش فرقه تقيله. انا ما اقدرش احكم على حسام حسن الا لما اشوفه في بطولات قويه، بطوله قويه زي افريقيا اللي جايه ديت، ابدا اشوفه، ابدا احكم على مستواه. انما احكم عليه مستواه من دلوقتي يبقى انا كده بظلمه. بتمنى ان الجمهور يقف جنب المنتخب، يقف جنب المدير الفني ايا كان الاسم، يقف جنب المدير الفني اللي ماسك منتخب مصر، لان للاسف في نسبه كبيره من الجمهور بتفضل النادي عن المنتخب، وده حاجه انا ما بشوفهاش تماما في اي دوله في العالم، ان جمهور بلد بيفضل ناديه عن منتخب بلده. شجع منتخب بلدك، اقف جنب الفرقه، ان شاء الله كلنا هنفرح بالوصول لكاس العالم، وان شاء الله هنكون منافسين بقوه في بطوله الامم الافريقيه. بس انت شجع فريقك، بس شجع منتخبك، الاهم من النادي.